واش الحضيره تاكدتوا دابا بان هاد غار جبيلات راه ما غيمكنش تهز منه اي حاجه الا بالشراكه مع المغرب، لان كاينه اتفاقيه. راه الحضيره كيرونوا تما، كيكذبوا كيكذبوا الحضيره، الكبرانات ديال الحضيره كذبوا على الحضيره. غار جبيلات، هذا المنجم هنالك اتفاق موقع بين المغرب والجزائر من أجل الاستغلال المشترك، وأن الجزائر لا تستطيع أن تستغله منفردة إلا بشراكة مع المغرب. في حالة ما إذا أقدم النظام العسكري الجزائري على عمل مجنون لاستغلال هذا المنجم دون موافقة المغرب، فإن المغرب إذا قدم شكوى لدى المصالح المختصة الدولية سوف يربح القضية 100%، وأن التعويضات ستكون ضخمة جدا. الان الجزائر دخلت فيما يسمى بقضيه غار الجبيلات، وقالت لك غادي ندخل نستثمر. اولا هذه خطه. علاش خطه؟ الجزائر فشلات. ياك الجزائر دخلت الصين، فين هي الصين؟ هربت. واش الجزائر قادره على الاستغلال بشكل احادي؟ ليست قادره. هذه ما قاده على حتى شي حاجه، ما عندهاش الميكانيزمات ان هذا غار الجبيلات خصو يتم الاستغلال ديالو ما بين المغرب وما بين الجزائر. هذا قانون مؤرخ. كلنا عارفين ان هذه الاتفاقيه بغينا ولا كرهنا راه هي اللي بلوكات الجزائر منذ سنه 1972 حتى اليوم، ومنعتها من استثمار واستغلال حديد غار جبيلات. فغادا تقوم المملكه المغربيه بتطويق هذا المنجم عسكريا وكذلك اشياء اخرى. غار الجبيلات وهما كانوا تيقولوا لك غادي يستثمروا فيه وغادي يستخرجوا المعادن اللي فيه. علاش مازال الى حد الان حتى دوله ما بغات تستثمر معكم او لا تعاونكم في هذاك الغار الجبيلات؟ منها الصين التي استثمرت في الصحراء الغربيه المغربيه المحرره من طرف المملكه المغربيه الشريفه، ولم تريد ان تستثمر في الصحراء الشرقيه المغربيه المحتله من دوله مساعده، لان هذيك المنطقه غير محرره وما غادي تقدر يكون اتفاق الا مع المملكه المغربيه. والصين ما تبغيش المشاكل مع المغرب. ابكوا يعني مستمر، ابكوا. اي شد روحكم مليح. أعلن رسميا عن انطلاق لاستغلال خط السكة الحديدية منجم الغرب على بركة الله، والسلام عليكم. تحيا الجزائر.